اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جمعة مباركة عليكم جميعا حبيباتي. النهاردة بقى يوم الجمعة. فطبيعي لو احنا طول الأسبوع ما بنعملش فطار، بنفطر أي حاجة لازما كشعب مصري أصيل يعني الطاسة بتاعتنا كده المليانة زيت تتعمر، سواء بقى تتعمر ببطاطس، هنعمل فيها بتنجان وفلفل، هنعمل فيها طعمية. المهم اللي لازم متطشة في الأول دي للفطار، يعني ساعة الفطار اللي هو قبل اذان الجمعة يعني. فانا كده حمرت بقى بطاطس ونجهز الفطار كده مع بعض، لان النهاردة روتيننا قوي جدا بقى، وفي تنظيفات بقى وحاجات كتيرة مختلفة ان شاء الله. فقلت بقى ايه نعمل فطار، وحابة بقى اللي مشجعني كمان اللي انا اعمل فطار اكتر، يعني ان انا ادخل افطر في البلكونه. والاولاد كانوا متحمسين جدا ومبسوطين بالنجيله، فكنا عايزين نفطر بقى في البلكونه. فانا عملت بقى ايه، قلت احضر كل حاجه واخد كل حاجه معايا جوه البلكونه عشان ما اقعدش اقوم كل شويه، ونقعد بقى فتره كويسه. احنا كنا يوم الجمعه ده يعتبر كنا اول ناس صاحيين، يعني صاحيين من بدري. اولادي عشان اللي في اليوم ده ما عليهمش درس فصاحيين من بدري جدا، لكن اليوم اللي يبقى عليهم فيه درس يتعبوني جدا في الصحيان يعني. فكان عندي هنا الاناناس او الكنتالوب ايا كان يعني اسمه. سبحان الله يا بنات، في حاجه غريبه في الاناناس ده، انا عمري في حياتي ما اكلته. لكن لما ابني بقى بدأ يكبر وياكله ويحبه اضطريت ان انا اكله، علشان لقيته هو حبه. فانا لو انا قلت ان انا ما بحبوش او كده هو مش هيرضى ياكل. فسبحان الله، يعني في حاجات نفضل عمرنا كله ما ناكلهاش، ويجي بنتنا او ابننا يجبرونا ان احنا ناكلها عشان خاطرهم هم. بصراحه لما دقته مره في مره حبيته بس مش قوي، بس باكله قدامه يعني. ده كده الفطار بتاعي بقى. حمرت بطاطس وعملت بيض وحلاوه وجبنه، وقمت بقى ايه داخلين قاعدين في البلكونه، وشديت الستاره كده فتحتها، تحس ان انت بتاكلي في حديقه النجيله والسما منك للسما كده بقى. ما انتش قاعده مثلا في ايا كان المكان جوه في البيت اللي انت بتاكلي فيه بقى متحوطه بالحيطان من كل جانب. لا، تغيير حلو برضو والتغيير مطلوب. الجزء ده كان متصور قبله بيوم. ابني طالب مني بقى تورتايه، فهي بدون اي مناسبه يعني ما فيش عندنا اي مناسبه. فانا قلت له خلاص انا هجيب بقى ايه، انا هعمل لك التورتايه، ولو عجبتك كان بقى، ما عجبتكش هبقى اجيب لك واحده في عيد ميلادك. فانا عملت ايه، جبت ربع كيلو دي اسبونج، حطيت عليه 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وذره فانيليا، شويه فانيليا، وربع كوبايه من الميه العاديه، ولا دافيه ولا ساقعه ولا اي حاجه. وحطيت كمان معلقه صغيره من محسن الجل، حلو جدا في رفع الكيك السبونج، بس هي بتكون اختياري، حابه تحطيها مش حابه استغنى عنها عادي. وكده بالمضرب بقى الكهربائي، في الخطوه دي لازم مضرب كهربائي بصراحه، لان احنا عايزين الفوم تكون عالي شويه. فشايفين لونها كان اصفر، لونها فتح معايا وبقى ابيض خالص ازاي، ده عشان هو سبونج فانيليا. لكن لو شوكولاته طبعا هيبقى لونه كاكاو خالص يعني. انا هنا جبت الصينيه، بصراحه هي الصينيه دي مقاس 24، لكن الكريم اللي انا عاملاه الكيكه اللي انا عاملاها كانت عايزه صينيه مقاس 20 او حله مقاس 20. فانا الصينيه دي كانت متعانه بقى تحت السرير، ما كنتش لسه طلعتها، فاللي هطلعها عشانها وكده. انا كل ده بجرب، انا اول مره في حياتي اجيب دي السبونج ده، وبصراحه يعني هي خطوه كويسه. كانت جميلة بصراحة في الآخر. يعني أنا كنت أول مرة قلقانة، عشان كده جبت ربع كيلو بس. يعني الصينية اللي أنا عاملاها دي اللي هي مقاس 24 محتاجة 350 جرام دقيق، أنا حاطة 250 جرام، فعشان كده مش هتطلع مرتفعة أو هتطلع إيه سمكها عالي. لكن هتديلي طبقات كويسة برضه، هتشوفوا معايا كل حاجة بالتفصيل. الصينية انا عفرتها دقيق ومسحة من الزيت، وشيلت طبعا الدقيق الزيادة. درجة الحرارة زيها زي اي كيك 180، في اول رف علو من تحت مش في النص ولا حاجة. وبتاخد من 35 ل40 او 45 دقيقة، ما بتفتحيش عليها الشواية لان مش عايزينها تاخد وش. لان بصراحة الوش ده كده كده احنا بنتخلص منه. انا كده ما شغلتش عليها الشوايه وهي ادت لي اللون ده، سبتها بقى لتاني يوم بقى لما بردت خالص بعد الفطار. الجزء ده بقى بعد ما احنا فطرنا وقعدنا في البلكونه، الجزء ده بعده يعني تاني يوم. السبونج طبعا كل ما تكوني مجهزاه قبلها بيوم كل ما يكون احسن. انا جبت هنا طرف السكينه او بايد زي ما انتم شايفين كده، واتخلصت من كل الوش ده، لان بصراحه يعني فعلا بتكون ريحته زفره. يعني انا شميته على الرغم ان انا حاطين فانيليا، لكن هو ده بيلم الزفاره اللي في الكيك كله وبيطلع في الوش كده. فلازم نتخلص منه، ما ينفعش ان احنا نقطع الكيك ونسيب الوش.
خلصت بقى كله كده. انا طبعا ولا عندي بقى المنشار ولا الشنشار ده بتاع السكينه الشنشار اللي بتقطع، مش عندي. فالسكينه دي عندي كبيره بس هي مش كبيره قوي يعني. فانا قطعتها كده بيها، هي تطلع تقطيعها مش مظبوط بنسبة 100%، قول 70% كده، بس كل حاجة هتتدارى. فانا قلت ايه، انا انظبطت معايا انا هجيب الادوات بتاعة الكيك، حتى بقى الطبق الدوار عشان برضو بيساعد في تقطيع الكيك كويس والكلام من ده. ما ظبطتش، يبقى خلاص كانت اول واخر مرة، بس الحمد لله يعني. اهم حاجه ان هي عجبت الولاد، وخصوصا يا بنات لما باتت كمان لتاني يوم. يعني اليوم عملت فيه الكيكه ويوم زوقت فيه، لما باتت بقى لتاني يوم تحس ان كل حاجه اتشربت كده من بعضها، وكان طعمها حلو جدا. انا جبت مكوناتها ما كلفتنيش حوالي 70 جنيه او 80 جنيه. معلش بقى، انا لو هجيب اقل كيكه دلوقتي او اقل تورتايه يعني هتجيبها بحوالي 200 او اكتر كمان، ده لو انا هجيبها حجم متوسط مش كبيره ولا حاجه، هتعدي 200 كمان. انا هنا بقى جبت ايه، ده موس بدل الكريم شانتيه، اسمه موس فانيليا. الشوية دولت ب29 جنيه وحاجة، يعني ب30 جنيه. حطيت عليهم كوباية من اللبن المثلج، لازم ان اللبن يكون تلج. انا حطيت كل الكمية بصراحة، ما يعني انا كنت عايزة اشيل شوية بس لقيتها مش هتبقى كتيرة ولا حاجة، يعني حطيت كل الكمية. هو لكل ربع كيلو من الموز ده كوباية وربع من اللبن المثلج، لكن انا حطيت كوباية عشان ده اقل، اللي هو حوالي 185 جرام. ولا بقى بنضيف له سكر ولا بنضيف له اي حاجة، هو الموز وشوية اللبن وخلاص على كده. وبدأت برضو اعمله بالمضرب كده اقلبه. هو بصراحة مسك معايا قوي، كان قافش يعني شوية، فانا زودته شويه من اللبن حاجه بسيطه كده، وكمان زودته معلقه من الكريم باستري، بس ما جاتش معاكم في الفيديو، لقيت الكاميرا كانت فاصله في التوقيت ده. شايفين هي كانت قافشه شويه، لكن بعد كده انا هزودها شويه ميه ومعلقتين من او معلقه ونص يعني. الكريم باستري ما بستغناش عنه في الكريم شانتيه، لان بيطعمه وبيديله طعم حلو جدا، وبيحتفظ بايه بالقوام بتاعه، ما يخليش الكريمه معاك تمط كده، لا تخليها تقطم وتعرفي تشتغلي فيها. هنا بقى عملت نص كوبايه من الميه كده، عليها 4 معالق كبار من السكر، ودوبتهم كده مع بعض، ولا شربات ولا اي حاجه، ميه عاديه. طبعا لو انت عندك شربات برضو هيكون كويس، لكن انا التورته اللي انا بعملها مش مستدعيه اللي انا اعمل لها ايه شربات بقى والحوارات من دي. ولو عندك بقى اي توبنج بقى حابه تحطيه، ممكن تستغنى عن خطوه انك تسقي الكيكه دي. حطيت كده بقى اللي هو الشوكليت شيبس، كنت جايبه ابيض وجايبه فانيليا وشوكولاته، يعني الاتنين مع بعض. القطعه التانية بقى اللي هي في النص دي هي اللي ما طلعتش معايا مظبوط، عشان طبعا السكينه ما كانتش طويله وما كانتش بتقطع بشكل مستقيم يعني، فما طلعتهاش متساويه، بس برضو كله هيتدارى، وفي الاخر كان طعمها جميل. يعني مش كل الطرط اللي احنا بنجيبها من المحلات ما بتبقاش بقى متساويه من ال3 طبقات او ال4 طبقات، او على حسب ما انت هتجيبيها. لا، كل حاجه بتتدرى في الشكل النهائي، هو اهم حاجه الشكل النهائي. انا وانا بزوقها مانيش عارفه انا هعملها شكل ايه. انا جبت هنا بقى ده الجزء الاخير، الطبقه الاخيره دي اللي بتبقى القاعده بتاع، يعني اللي بتبقى في قاع الصينيه، دي اللي دايما بنحطها على الوش، لان بيكون شكلها متساوي يعني. فانا هنا برضو بسقيها كده بالفرشه، بس هي ما كانتش بتسقى معايا قوي، يعني ان انت عندك اللي هي زي ازاز الكاتشب والمايونيز وصوصات، ازازه فاضيه كده حط فيها، هتكون اسهل لك من ما بتعملي بالفرشه. بس برضو يعني ايه، الواحد بيتعلم بصراحه يعني. فاحنا بقى اولادنا يطلبوا مننا الحاجه هنروح نجيبها من بره، بصراحه الحاجه عادت غاليه جدا، فمهما احنا جبنا وعملنا في البيت هيكون اوفر من اللي احنا بنشتريه من بره. يعني هنا بدات اعملها بالاسباتيولا بتاعتي كده على قد يعني، طبعا لسه هتخلص من الزوايد دي. بس هنا بقى ديت مربة الحليب، عايزه احطها ازين بيها بقى، لان هي فانيليا. فانا عملت ايه، سيحتها كده على الميكروويف حوالي 30 ثانيه، وزودتها معلقه من زيت الطعام، بس اهم حاجه يكون زيت الطعام ده نظيف، سيبك من بتاع التموين، وما ينفعش اي زيت طعام يكون له ريحه. انا كنت سيحت شويه لقيتهم قليلين، فرجعت سيحت شويه كمان.
الكميه اللي انا كنت جايباها دي كانت ب27 جنيه، فمش هعملها كلها طبعا، يعني عملت جزء، وان شاء الله اما اعمل تورتايه تانية ابقى ده الجزء التاني بقى يا بنات، اللي هو المربى الحليب بشويه التانيين اللي انا سيحتهم تاني، ابقى ازين بيها التورتايه بقى، او لو جاتوه او اي حاجه هحب ازين بيها يعني. ممكن كمان مربى الحليب دي تسيحيها ما تسيحش قوي يعني، بس عشان هي بتبقى قفشه طالما في التلاجة، بتعمليها بتقلبها بالمعلقه شويه وتعملي بقى منها الروزيتات تزيني بيها. لكن انا هزينها بالكريمه او بموس الفانيليا. موس الفانيليا بصراحه طعمه جميل، ده الطعم اللي انت بتجيبيه من بره بقى، يعني انت ما تكوني جايبه تورتيه من بره الكريمه ما بتديلكيش طعم الكريم شانتيه. فال هو طعم الموس هو كان اقرب حاجه للكريمه اللي هي بتجيلنا في المطاعم الاسفه بنجيب التورتيه من بره. بس انا مش عارفه هو العيب في الموس اللي انا جايباه ولا ايه، يعني كنت حاسه الموس ده سكره ايه زياده شويه، كان مسكر شويه على الرغم ما حطيتلوش سكر خالص. ده كده بقى ايه تزيين على قد بقى، محدش يتريق على التورتيه بتاعتي، انا اول مره اعمل تورته، فقولوا لي بقى هي تستاهل كام من 10 كشكل كده نهائي. وبصراحه كان طعمها جميل، يعني انا مش هكذب عليكم، لو حاجه طعمها وحش هقول لكم يعني. حطيت هنا بقى اللي هي الكويرات البيضه دي. يعني احلى حاجه كانت عجباني في الموضوع اللي انا بزين ومش في دماغي حاجه اعملها، هي لقيت كل حاجه طلعت كده ايه زي ما تطلع بقى. كل الكلام ده انا كنت جايباه للتورتيه، بس سبحان الله مخلوق، يعني الحاجات دي كنت جايباها ب100 جنيه، بس طبعا لسه فيها حاجات كتير ما استخدمتهاش يعني ده اللي هو الويفر الشوكولاته ده، كنت جايبه برضو منه شويه فما خلصوش، حطيت شويه وبقى شويه يعني، وبرضو الشوكليت شيبس واللي هو الكويرات الشوكولاته اللي فوق دي. ده كده بقى شكلها النهائي، ايه رايكم بقى فيها؟ واكتبوا لي تحت في الكومنتات هي تستاهل كام من 10 بصراحه، وجربوها وان شاء الله هتظبط معاكم كده. احنا عايزين نتجرأ بقى ونعمل كل حاجه في البيت، اي حاجه اولادنا يطلبوها مننا على قد ما نقدر نعملها في البيت. وبصراحه الاولاد كانوا مبسوطين بيها جدا، وكان ده اللي يهمني، هم اللي طالبين مني حاجه وانا حابه ان انا البي لهم طلبهم طالما هو في مقدرتي اللي انا اعمله. حطيتها بقى في التلاجة تتجمد بقى ساعة 2-3 براحتها اخر اليوم. احنا بصراحة كنا اخر اليوم. نيجي بقى للقلبان اللي عندي هنا ده، احنا كنا منضفين ده امبارح معاكم في الروتين اللي قبل ده، بس انا عايزة اغير الشكل. ركزوا بقى، هنا كنبة جنب النيش والبفاط جنبها، ده التغيير اللي انا كنت مغيراه، ما كنتش ده يعني، ده ما كانش وقت جوازي. اللي انا هعمله بقى دلوقتي معاكم هو ده بقى الترتيب بتاع جوازي. هو اي نعم مش بحبه قوي، يعني اللي انا عاملاه اللي انا هنقله ده دلوقتي اللي هي فاصله كنبه عن الانتريه، ده كانت بتبقى مريحه ليا اكتر وعطيله وسع اكتر، وحاسه ان انا ما بهلكش في الانتريه اكتر. يعني انتوا فاهمين، يعني اما يكون عندك جزئين ريسبشن، انتريه وركنه مثلا، او ركنتين او كده، بيبقى في حاجه عليها الاستهلاك اللي هو الليفينج وكده، والريسبشن بنسيبه للضيوف. وانا كنت عاطيه لنفسي كده ايحاء بكده يعني، او فاصله ده عند، حتى كمان عملت ستاره تفصل الانتريه. هنا بقى يعني كست كأم بقى اصيله، تيجي تقلب كده تكتشف المواهب اللي بتطلع كده. اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم من المواهب اللي بتطلع. لعب فلوس، في فلوس هناك كده. شايفين بقى كمية التراب، كل الحاجات دي ما شاء الله، يعني بنشوف مواهب تحت واحنا بننظف كده. يعني طبعا ربنا يبارك لنا في اولادنا، هم العابهم اللي بتبقى تايهه عنهم احنا طبعا بنلاقيها تحت الانتريه. يعني هنا دايما لما بكون بحب انضف اشفط التراب الناعمه ده، اشفطها بالمكنسه، لكن هشفطها بالجاروف احس ان هي هتعفر والتراب هيتنقل من هنا لهنا. لكن بصراحه المكنسه بتجيب الخلاصه، يعني بتشيل كل التراب الناعمه وما بتخليهاش تعفر في البيت. يعني انا اكنس وبدل ما الم بالجاروف بلم في قلب المكنسه، واخر اليوم اشيل التانك بتاع على حسب الكيسه، هي المكنسه بتاعتي بالتانك كده، اشيله اكبه في الباسكت وبعدين اغسلها واسيبها تتصفى. جبت بقى الكنبه دي، هي اللي كانت عليها الهلكه برضو كده، انا مش هغسل فرش الانتريه كله، فدي من الكنبات اللي كانت مهلوكه عشان كنا بنعتمد عليها في القعده وكده. جبت بقى الفرشه بتاعتها جمعتها كده وعلى الغساله جري، على ما هي تتغسل اكون انا شيلت سجاده تانية، لان ما شاء الله عندي 3 سجادات في الصاله. يعني اعمل جزء بصراحه
بتسهل عليا جدا، احسن ما اشيل كل الفرش واقف بقى اشغل الغساله. لا ما شاء الله، اعمل الغساله كانت بتطلع الدور كنت اكون جهزت لها الدور اللي بعده وكده، خلصت على طول وفرشت برضو على طول. بس على فكره انا بقصر معاكم عشان بقول لكم المقتطفات، لكن ما شاء الله يعني لو قعدنا نقول كل حاجه بالتفصيل كل حاجه بالتفصيل الفيديو ده كان عدى النص ساعه، كان حوالي 35 دقيقه او اكتر. فكان هيبقى ساعتين 3. فطبعا عشان برضو احنا ما نزهقش والناس اللي تحبش الفيديوهات الطويله، بس طبيعي كاي فيديو روتين لازم بيكون طويل شويه، مش زي الوصفه بتعديش ال8 دقايق ال10 دقايق ده اخرها. جيت هنا بقى للسفره، شلت الحاجات اللي عليها دي. المفرش برضو ده كان مطرب خالص ومتبهدل. وعلى فكره الوقت هنفرش مع بعض بقى المفرش الفرو اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. هنا دي كفرات استريتش كده، بحطها على السفره، هي مبهدله شويه بس في التوقيت اللي انا كنت متواجده فيه في الشقه كانت محافظه لي برضو على ايه شكل السفره. زي ما انتم شايفين انا العفش بتاعه كله بني غامق. ده بقى كان وقت جهازي كان كله كده، اللي هو العفش لونه بيكون بني، ما كانش ايام بقى الابيض والحوارات الحلوه، الحاجات اللي تدي طاقه وتدي وسع للمكان وتدي حاجه كويسه. فانا عشان كده بقى لما هفرش المفارش البيضه هتلاقيها اتغيرت معايا 180 درجه. يعني هنا بقى بشفط المكنسه، بشفط السجاده بالمكنسه. شايفين التراب اصلا اللي تحت كرسي السفره كان كتير يعني ما شاء الله. احب اشفط برضو المكنسه قبل ما احطها في الشمس. يعني هو السجاد ما فيهوش بقع ولا حاجه، بس هو مطرب. بس انا هفرشه وبعد كده ان شاء الله بقى على العيد ابقى اشيله اغسله. يعني الفرق طبعا السجاد ده سجاد كمبيوتر، ده مش سجاد الفرح بتاعي، ده سجاد بحطه كده في الصيف بديل يعني للسجاد بتاعي. ده كده منظر الشقه وهي مقلوبه بقى، حالتها حاله لا يرثى لها. يعني كل حاجه رجعت مش في مكانها خالص ومش في موضعها. اول حاجه بدات بيها شلت الكرسي الزاويه رجعته مكانه السفره، وده طبعا جزء من اللي طالع من تحت الانتريه. وانا بشد الكنبه الكبيره دي عشان احطها تحت الشباك، لان ده مكانها الرجل بتاعتها كده اتشالت يعني وقعت، فانا هركبها. هنا بقى الكرسيين دول جنب بعض، هو ما بيبقاش ده وضعهم، بيبقى كرسي الناحيه اللي هي فيها ده وكرسي قصاده الناحيه التانية، وكنبه هنا وكنبه هنا. هتشوفوا دلوقتي معايا. طبعا مسكت بقى الحيطان زعفتها ومسحت الزيت. وعلى فكره كمان الحيطه اللي هي مكان الشاشه دي اللي هي لونها نبيتي برضو مسحتها بقطعه من قماش مبلوله كده، كان حلو قوي. هنا بقى كنا اتغدينا، كان عندي غدا من اليوم اللي قبله والاولاد فصلوا بقى. انت ازاي يعني عامله التورتيه وسايبها لنا كل ده في التلاجة؟ ما ينفعش، لازم ندوق. مش ما كانوش صابرين، فقلت لهم خلاص مش هناكل الا لما نتغدى. لما اتغدوا بقى قلت اجيبها لهم عشان بقى اخلص من زنهم وارجع اكمل تاني اللي انا بعمله. يعني انا كنت كنست ومسحت وكده، وبعد كده سبت على الفرش بقى على طول على ما الفرش اللي انا غسلاه ينشف. يعني هنا قطعت لكل واحد منهم بصراحه ما كنتش عاوزه اكل في التوقيت ده، فقطعت لهم بقى كده. بس قلت لازم ايه ادوق معاكم يعني. هي شايفين باينه ان هي 3 طبقات، يعني مش باين ان هي في جزء بقى فاضي والكلام من ده، بس كان طعمها حلو وشكلها بصراحه يفتح النفس. يعني انا دقتها معاكم كان طعمها جميل. ان شاء الله مش هتبقى اخر مره، هي اول مره بس هتتكرر تاني ان شاء الله. ده بقى الوضع كله رجع زي ما كان. الكنبه الكبيره تحت الشباك، وهنا كنبه وكرسي، وهنا كنبه وكرسي. البفين دول كان اولادي بقى حواليا، فهو حط كل واحد قدام الترابيزه اللي شلتها من تحت الشاشه حطها في النص، عشان ايه قاعدين بيلعبوا بيهم يعني. الترابيزه اللي احنا لسه كنا ماسحينها مع بعض يوم واحد بس مطربه ومتبهدله، بس طالما الترابه بسيطه ما تاخدش وقت في التنظيف. حطيتها بقى هنا علبه المعدن حطيتها في النص وشلت الطبليه خالص، على الرغم الطبليه بتكون مريحانه انا، علشان زي ما قلت لكم بناكل عليها. الاولاد لما يحبوا ياكلوا عليها كده بيكونوا صلبين ظهرهم شويه، لكن هم ما يعرفوش لسه ياكلوا على السفره، هم لسه صغيرين، كرسي السفره بالنسبه لهم عالي. جبت الصينيه دي بقى بتاعت ايكيا وبرضو اللي حطيت كشكل دوكيري كده، بدل ما احط بقى فازة او كده، لا حطيت حاجات بسيطه كده على الترابيزه.
والبفين دول طبعا انا هشيلهم من هنا. هحطهم فين بقى؟ هحطهم على بره خالص على طرف الانتريه. والفرش بقى ده اتغسل، مفيش بس الا الكرسيين هما اللي ما غسلتهمش لان ما كانوش مستدعيين ان هما يتشالوا يعني. لكن الكنب كله التلات كنبات الكبار دولت انا شلته. على فكره ده مش انتريه بس، ده انتريه وزياده عليه كنبه. والجزء اللي هو الزاويه اللي انت هتشوفه معايا في اخر الفيديو ده كده شكل حطيت بقى اهو الكوشنز. ما شاء الله الكوشنز الذهبي ده يا بنات، ده اختي اللي كانت عاملاها لي من قطعه من الستاره اللي عندي بتاع جهازي، كنت شايلاها. كان الستاره دي عندي البيضه دي كانت طبقتين، واحده بيضه وواحده بني في ذهبي، فانا شلت الذهبي هي عملته لي كده، وعملته لي كمان مفرش حلو للطبليه، هبقى اوريكم في الروتين ان شاء الله. لكن التانيين اللي هو البرتقاني ده كنت جايباه ماشي مع قطعه برضو قماشه طلعت زياده مع فرش الانتريه، فعملتها كده. فما شاء الله قولوا لي بقى رايكم كشكل نهائي كده. الابيض مع الذهبي بصراحه حسيته شكله حلو قوي. هي عامله لي 2 اللي هم الذهبي دول، والفرو برضو طلع 2، فحطيتهم الاتنين على الاربعه على الترابيزه الكبيره كده. نيجي هنا بقى المكان النيش اهو، كان زي ما قلت لكم احنا كنا حاطين ايه، كنا حاطين الكنبه، لا احنا شلناها بقى ورجعت لحاجه على قديمها بقى، على ايام ما كنت داخله بيها يعني. بصوا احنا حتى لو بنمل من حاجه لو هنعملها واحنا مش حابينها، بس التغيير للعين برضو مطلوب يعني. انا النظام ده مش برتاح فيه 100% زي التاني، بس قلت برضو حبيت ان انا اغير عشان انا احس براحه برضو. ده المفرش الفرو اللي انا كنت مصوره لكم الجزء الكبير، تحس كده اللي هو كسر بقى كل حاجه في بني بني، هو دي كسر البني وفتح الدنيا كده مع الستاره برضو بيج، ففتح الدنيا كلها. الفازه دي بلاستيك على فكره، والورد ده كنت شاريه بالواحده، العود كده كان ب3 جنيه، فكنت جايبه 5 ب15 جنيه يعني. الورقه الخضرا دي كل حاجه بجيبها، بس مش بجيبها في وقت واحد يعني. كل حاجه اجيبها حاجه على حاجه، ما تنزيش تجيبي كل حاجه مره واحده، هتصرفي مبلغ وقدره، وهتحسي بقى اللي انت بقى ايه الدنيا خربت معاكي والميزانيه خربت معاكي خالص. ده الجزء الثالث برضو بتاع السفره بتاع الجزامه جنب باب الشقه على طول، فطبعا المفرش ده مش هيستحمل كتير لان التراب بيدخل يعني على طول. حطيت بقى هنا الحصان ده كده، الحصان ده بيفكرني بايه؟ الحصان يا ام السعد. اخر جزء بقى ده كده الجزء الاخير اللي هو مكان السفره، حطيت رجعت له الكرسي الزاويه بتاعه يعني. هنا الستاره اللي انتوا شايفينها ديت فاصله كده بين الانتريه والجزء التاني، وهنا السفره طبعا شلت السجاده بتاعتها عشان محتاجه تتغسل، حطيت بس دواسه كده صغيره عشان الاولاد لو خارجين من الاوضه رايحين الصاله او المطبخ وكده. كده بناتي يكون الفيديو بتاعي خلص معاكم. اخر حاجه بتستناها كل ست بيت بعد ترويقه كده معتبره، اللي هو المعطر ده، معطر فريده بريحه العود. مشيت بقى كده على الفرش، على الانتريه وعلى السجاد وعلى الستاير، مشيت اللي انا ايه ابخ عليه كده. وده شكل الستاره هيبان معاكم دلوقتي. الستاره ديت بتاع غرفه النوم بتاعي، فانا مش حاطه فيها، فحطيتها كده بس كشكل ديكور برضو، وتفصل شويه عن الانتريه. هي طبعا مش فاصله كحاجب يعني، لان هي زي ما انتم شايفين هي خفيفه كده شافون، تدي شكل بس. وبكده يا بنات يكون الفيديو بتاعي خلص معاكم. وقبل ما انهي الفيديو ما نسيت اقول لكم حطوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو لكل اصحابكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف مليون سلامه.